بنحط طبقه كسكسي وطبقه شوكولاته وطبقه اوريو، بيطلع بالشكل ده. طبعا انت عارف بقى ان الوقت انت مش بتخاطب فئه الكبار والكلام ده، على دماغي طبعا الناس دي، ولكن بدأنا بقى ندخل حاجات عشان الشباب بقى اللي في الشارع. ده ايه بقى؟ ده صوص شوكولاته. ده على الكسكسي. بدأنا ندخله، وطبعا الحاجات دي انا جربتها كلها في البيت قبل ما انزل الشارع، وعجبت طبعا الشباب وعجبت البنات ومطلوبه عندي. يعني يمكن الشوكولاته ده يعني ده كسكسي بالشوكولاته. بنحط طبقه كسكسي وطبقه شوكولاته وطبقه اوريو عليه، وبنحط مكسرات، زبيب وجوز وبندق ولوز، وبنحط طبقه شوكولاته تاني، بيطلع بالشكل ده لزبون. ده كده وده ليه زبونه. يعني ممكن انت لو حضرتك يعني مش هكبرك قوي، يعني انا لو من سني مش هاكل اللي هو بالشوكولاته، ولكن الشباب ولو ان برضو في ناس كبيره يعني عجبها وبيروح للزبون بالشكل ده وبيتغلف كده. لو هو حابب ياكل هنا بياكل، لو حابب ان هو ياخده تيك اواي بياخده معاه وياكل. انا كمان صوص البيستاشيو، وعلى فكره انا بجيب كسكسي بالبيستاشيو. وطبعا بما ان في لغط في الشارع وبسله ومش بسله وبتاع، فانا بشتغل في شركات نظيفه وبجيب حاجات بشهاده الزبون، مش انا اللي هقول يعني عشان شهادتي مجروحه. يعني الزبون لما دقها قال ايوه فعلا يا جماعه ده حاجه ايه مخدومه. ده صوص بيستاشيو. لا يعني احنا بنتكلم كسكسي. انا حضرتك بتتكلم على قديم. امي وجدتي. أيوة. كسكسي اللي هو بالسكر، ولما تدلع شويه حطينا شويه مكسرات، صح يعني كده؟ كسكسي بالبيستاشيو. لكن ما احنا لازم لا يعني وده كمان قشطه. ما احنا لازم نتطور مع العصر اللي احنا فيه. في حد يعني طبعا ده ليه زبونه على فكره وماشي جدا عندي. انت هتعملي ايه تاني كمان؟ هنعمل صوص لوتس تاني. يعني إيه؟ شوكولاته وبيستاشيو. ما دي بقى الاصناف اللي احنا دخلناها بقى. ولوتس. وده خلاف اللي هو ايه اللي باللبن والمكسرات. ده لوتس. ده كده اللوتس. يبقى احنا عملنا شوكولاته وعملنا بيستاشيو وعملنا اللوتس كمان. احنا بنحط يا جماعه طبقات، يعني انت بتقلب وتلاقي طبقات عندك. ده بسكوت لوتس بما اني شغالين. هنحط مكسرات، طبعا ليكوا حريه الاختيار ان انت تشيل صنف تحط صنف، دي اختيارك انت، بس ده الطبق اللي احنا بنقترحه. يعني احنا شغالين لوتس وشغالين بيستاشيو وشغالين شوكولاته. طيب انا بصراحه. والطبق الرابع هيبقى مثلا كسكسي مكسرات وسكر بس على قديمه يعني.